اخر حاجه كنت اتوقعها ان في شاب مصري ما يعرفش مين اللي كسب حرب اكتوبر. من يومين كده كنت بقلب ولقيت البوست ده على ريدت. ده من شاب مصري عايش في امريكا كان بيسال يا جماعه هي مصر فعلا كسبت حرب اكتوبر؟ بس انا حقيقي بشفق عليك، لانك لو دخلت فعلا وكتبت على جوجل مين اللي كسب حرب اكتوبر هيقول لك انها اسرائيل. عشان نزين الموضوع شويه فهيقول لك ان اسرائيل كسبت حرب اكتوبر وامريكا ساندتها. حتى على موقع الحكومه الامريكيه نفسها بيقولوا ان اسرائيل فعلا هي اللي كسبت الحرب واحنا ساندناهم في كده. لو دخلت على الموقع الرسمي للجيش الاسرائيلي الاي دي اف هتلاقي برضو ان هم قايلين ان هم كسبوا الحرب. الملفت في وسط الشاب المصري ان هو حتى مش قايل حرب اكتوبر، كان قايل كابول وور. كابول وور عند الشعب الاسرائيلي هو عيد الغفران. في شعوب دايما بتحاول تغير في الحقائق عشان ما بيحبوش الشعب بتاعهم يعرفوا الحقيقه، وممكن يغيروا الحقائق في الصحف والمجلات والتلفزيون حتى في شات جي بي تي. مثلا لو جيت دخلت وسالت الشات جي بي تي مين اللي كسب حرب اكتوبر هيقول لك والله من وجهه نظر الشعب المصري بيقول ان هم اللي كسبوا، لكن من وجهه نظر الشعب الاسرائيلي فهم اللي كسبوا. وهنا يجي دورك كأب وكأم تقعدوا مع اولادكم تعرفوهم تاريخ بلدهم، تعرفوهم ان عدوهم بيحاول يدلس الحقائق ويغيرها طول الوقت، وان الجيش المصري كان وما زال من اقوى جيوش الارض، وان مش كل حاجه هتتقال في الميديا او على تشات جي بي تي صدقوها. خصوصا ان جيل جان زي الفتره اللي فاتت كان بيعتمد على كل الاجابات بتاعته من تشات جي بي تي. فخلينا نعيد صياغه الاحداث التاريخيه بالطريقه الصح عشان نوصلها لاولادنا.